انا عايز اسالك سؤال واحد بس، ايه اللي مطلوب في فئه الشباب؟ ايوه قول لي. موتوسيكل شكله شيك وامكانيات كويسه بسعر رخيص وتخرج بيه وتشتغل بيه والدنيا دي كلها. واهو الفيجوري في ار 200 سي سي. الموتوسيكل ده ان شاء الله هيغزو السوق بشراسه، لان هو بيحقق لك كل حاجه انت محتاجها، زي الهوجن اف 250 والاف 200 بالظبط. ساعه ما نزلوا كانوا موتوسيكلات اقتصاديه وبيدوك الحاجات اللي انت عايزها، وهنا في مميزات اقوى كمان. هنشوف العيوب والمميزات بتاعت الموتوسيكل والمواصفات بتاعته، فيلا بينا نشوف الموتوسيكل الجديد. فيجوري في ار في منه موديلين، في ار 200 اف وفي ار 200 بي، واللون ده ال 200 اف. والفرق بين الاثنين ان في هنا مساعدين مقلوبه والثاني مساعدين عاديه خالص. فهنتكلم دلوقتي عن مساعدين مقلوبه، كده الفرق بينهم مش كبير. وخلينا اكلمك اول حاجه عن تصميم الموتوسيكل هنا، واللي هو من اكتر الاشكال اللي عجبتني في الفئات الاقتصاديه. لو انت شايف الفانوس شكله عامل ازاي، عامل زي الزد 1000 بس هنا مسحوب قوي ورفيع قوي. وده ممكن يكون شبه حشره ايه؟ فرس النبي. انا على طول بشبه الحاجات دي بالحشرات زي ما احنا شايفين كده. وعلى فكره الاضاءه هنا في الموتوسيكل ليد مش هالوجين، ودي حاجه انا ما توقعتش انها تنزل في موتوسيكل اقتصادي زي ده. في هنا لمبتين ليد وفي تحت لمبه كده خفيفه صغيره. ومن الحاجات برضه اللي عجبتني في الموتوسيكل هنا ان لون الموتوسيكل هنا مثلا برتقالي، وواخد معاه لون الجنط واللون هنا وبرضه الفانوس ماشيين مع بعض، فمديك شكل كده رياضي وشبابي جدا، فده شيء كويس يعني. زي ما احنا شايفين كده التانك عندنا واخد، شايف الكعبره دي، شايف طالع ازاي. التانك هنا او الفبر هنا واخد كيرفات عنيفه شويه زي ما احنا شايفين كده، شكلها هجومي. طيب في ناس بتسال ايه هي شركه فيجوري وايه المواتير اللي بتنزل دي؟ بس عشان اطمنك، المواتير اللي بتنزل دي هي نفس المواتير اللي كانت بتنزل في الداين 6 بقى 150 او 200 ايا يكن السيسيهات ايه، هي دي نفس المواتير بالظبط. فالمواتير ديت كويسه وقطع الغيار بتاعتها كمان موجوده، هتلاقيها دايما باستمرار. اما بالنسبه لاسم شركه فيجوري فده زي ما تقول كده الاسم الحركي الجديد مكان شركه فيجوري. شركه ابو حوا تبنت الاسم ده علشان يبقى هو الاسم الجديد موجود هنا في مصر. طيب تعالى نتكلم عن مواصفات الموتور دوت. وهو موتور 200 سي سي بيطلع تقريبا 16 حصان. نظام حقن الوقود هنا على كربيراتير. استهلاك البنزين هنا في الموتور بيمشيك حوالي 235 كيلو في اللتر الواحد، وبتحط له بنزين 92. الموتوسيكل هنا على كاتينه علشان يديك اداء ناعم وانت بتتحرك بيه، وما تحسش بالخشونه في الموتوسيكل وانت ماشي بيه. طبعا زي ما احنا شايفين كده الموتوسيكل نازل بمنافيل عشان لو انت عطلت ولا حاجه تقدر تدور الموتوسيكل بسهوله. والحمد لله ما حصلش في دماغي ان هم ما نزلوش دي استانلس شكلها اسود كده ماشي مع الموتوسيكل تمام. لكن في بعض الموتوسيكلات كده لما بتنزل شكلها استانلس، ويكون مثلا الموتوسيكل شكله حلو قوي تلاقي البتاع دي نازله استانلس كده شكلها بيفصلني. فهنا شكلها كويس. تعالى بقى في تفصيل الموتوسيكل من قدام كده. وهنا عندنا الجنط ده زي ما احنا شايفين كده في دعامات كتير، ودي كويسه عشان يدي الفرده قوه شويه. الفرده هنا يعتبر 70% اون رود علشان النقشه ديت عميقه شويه وكتيره مش قليله. الموتوسيكل هنا نازل هنا بماستر فرامل الباكم، بس مضايقني هنا الاسطوانه رفيعه. عايز اقول لك ان الفرده دي نازله هنا بمقاس 110. احنا متعودين على طول نلاقي الفرده اللي قدام في الموتوسيكلات دي بتنزل 90 100 بالكتير، لا هي نازل 110. نطلع رفرف في الامام هنا شكله عادي جدا، ما فيهوش اي حاجه رياضيه، شكله عادي. يمكن مضايقني الصراحه. بعد كده نبص هنا اهوت على المساعد المقلوب ده، وده اللي جديد شويه، وده هيديك توازن اكتر على الطريق ويدي وزن الموتوسيكل من قدام بحيث ان هو يكون ثابت مع الفرده العريضه من قدام، فده شيء كويس هيديك قوه من قدام. وعندك هنا فرامل باكم، فده هيساعد ان انت ما تتزحلقش بسهوله لو انت دوست فرامل قدام. نطلع هنا بقى على طول زي ما قلت لك الفانوس دوت نزل بلمبتين. بعد كده عندنا الاشارات هنا طالعه، الاشارات دي ليد، وغالبا كده الموتوسيكل كله ليد بالكامل، وده شيء عجبني في الموتوسيكل. تعال بقى نطلع العداد هنا. زي ما احنا شايفين العداد شكله صغير وما فيهوش غير الزرارين دول تقدر تتحكم فيه، ويعني مش عارف هو السواد ده ما كانش ينفع استغله باي حاجه، فالعداد هنا شكله صغير ومستفز قوي. مفتاح الكونتاك هنا جاي في اخر التانك، وده شيء كويس. والحاجات الجديده اللي بنشوفها مؤخرا. تعالى بقى نجرب قعده الموتوسيكل. انا مش عارف ايه الموتوسيكلات اللي انا بجربها مؤخرا بلاقي الكرسي ناشف نشوفيه رهيبه. وطبعا الموتوسيكل هنا نازل بمساعد في النص، فده برده مش هيخلي الموتوسيكل مرن قوي. طبعا ده الطابع الرياضي عموما ان المساعد النص بيبقى موجود هنا، فبتلاقي الموضوع ناشف شويه. بس لا بجد الكرسي هنا ناشف برده، يعني الكرسي مش مريح قوي. فانت غالبا لو جبت الموتوسيكل ده هتحتاج ان انت تنجد الكرسي ولا حاجه. الموتوسيكل هنا بشكل عام قعدته مريحه، وحاسس ان انا متحكم في الموتوسيكل بشكل كويس، بس بعيدا عن موضوع الشلته ان هي ناشفه. ولو انت طولك لغايه 170 168 سم كمان الموضوع هيكون كويس. انا قاعد مرتاح جدا ورجلي طايله بزياده. انا في حاجه لاحظتها هنا في الموتوسيكل، وهي المثلثات ديت خامتها بقت احسن شويه، ولونها ماشي مع الفبر بتاع الموتوسيكل، لونها مش فضي او لونها فاتح. الحاجات دي كانت بتفصلني شويه في الموتوسيكلات اللي كانت بتنزل قبل كده، لا هنا ماشيه مع بعض. وكمان الخامات بتاعتها عجباني بشكل كويس. عندنا هنا الدواسات ديت خشنه علشان رجلك ما تتزحلقش، برده بتاعت الراكب الخلفي قصيره كده وصغيره شكلها كويس. الفبر هنا عموما مكمل نفس الكيرفات العنيفه بتاعت التانك، والموتوسيكل بشكل عام بيديك انطباع ان هو عنيف وشرس. ننزل هنا على علبه الجاكمان، واللي شكلها مش عاجبني قوي الصراحه. مش عارف هم ليه بيجوا في حته الجاكمان ديت، وبحس انهم ان هم مش بيظبطوا الدنيا قوي. ممكن لو انت شاب رايق بقى وعايز
تشقلب الدنيا، تركب علبه جاكمان كده تظبط بيها شكل الموتوسيكل. تعال نبص بقى على الفرده الخلفيه، والموتوسيكل هنا جاي بعرض فرده 140. تخيل انت 200 سي سي نزل بعرض فرده 140، ده فرده عملاقه الصراحه. الجنط هنا 17، وجاي ورا هنا بمسطر فرامل الخلفي، وجاي معاك هنا الطرابه الخلفيه موجوده على طول، ده هيوفر عليك ان انت تشتري واحده جديده. نبص هنا على الديله ديت، الفانوس هنا الفانوس الخلفي ده جاي زي الفانوس الخلفي بتاع التي في اس، وبرده عندنا بتاعه شكلها كويس مع الاشارات الخلفيه. من الحاجات اللي عجبتني هنا في الموتوسيكل واللي ما كناش بنشوفها في الموتوسيكلات الصيني القديمه هي مناول الغيارات. الموتوسيكلات اللي كانت بتنزل قبل كده كان عصايه الغيارات بتتقل على طول، اول ما تمشي الموتوسيكل شويه تلاقي عصايه الغيارات بتتقل، فهنا عجبوا الموضوع ده ان هم ركبوا مناول الغيارات اللي ما كناش بنشوفها غير في الموتوسيكلات الغاليه شويه او الموتوسيكلات البنيلي، لا هنا موجود في مناول غيارات. بشكل عام الفيجوري في ار 200 اف موتوسيكل كويس، وبيديك الحاجه اللي انا زي ما قلت لك في الاول ان انت طالبها، موتوسيكل تروح بيه الشغل او تشتغل بيه، كمان هيكون عملي جدا معاك، ممكن ان انت تخرج بيه تسافر بيه، قعدته مريحه جدا بعيد عن الكرسي الناشف بتاعه، دي زي ما قلت لك انت ممكن تنجده، بس الصراحه الموتوسيكل قعدته مريحه. الموتوسيكل ده سعره كام؟ انا هقول لك سعره دلوقتي، بس اديني اللايك بتاعك عشان تدعمني ان انا اكمل في الفيديوهات الجايه، واشترك في القناه عشان تشوف كل جديد من الموتوسيكلات. الموتوسيكل ده سعره 35000 جنيه و500 في الاسعار اللي احنا شايفينها دلوقتي. الموتوسيكل ده سعره مناسب واقتصادي يعتبر. بس ده كان كل حاجه عن فيديو النهارده. انا معاذ سعد، دي قناه تطور، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.